بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض مسقعه في الحله، يعني كلها على بعضها، البتنجان والفلفل والطماطم كلها على بعضها، يعني شاربه من بعض كده بطعم وريحه زمان. المسقعه بتاعت زمان كان ليها طعم كده حلو قوي. انا بقى عملت في القناه كذا طريقه للمسقعه، انا بحب الطريقه دي جدا. بصوا شكلها تحفه. يعني تقدري طبعا تحطي لحمه مفرومه، تقدري ما تحطيش لحمه مفرومه، براحتك خالص. هنعملها مع بعض بطريقه حلوه قوي. البتنجان والفلفل باينين اهم، حلوين قوي، وبصراحه شكلها وطعمها يشهي. يلا بينا نعملها. اول حاجه عايزينها مع بعض، نجيب البتنجان، ولو البتنجانه كبيره قوي بضطر ان انا اقسمها بالنص كده بالطول. خلاص. طريقه تقشير البتنجان وتقطيعه مهمه جدا في شرب البتنجان للزيت. يعني انا دلوقتي بصوا قشرت البتنجان اهو. خلاص. ابدا بقى اقطعه بالطول، ما اقطعوش بالعرض، ما اقطعوش دواير، اقطعه بالطول. دي عشان البتنجانه كبيره قوي. طب لو البتنجانه صغيره بقطعها على طول كده بالطول بعد ما بقشرها. تمام كده. اجيب بقى مصفى واحط البتنجان بتاعي ورشه ملح كده وطبق تحتيه واقلبه كده، هينزل ميته ومش هيشرب زيت خالص. اكون بقى في اللحظه دي وهو بقى البتنجان بينزل ميته، انا اكون عملت التسبيكه بتاعتي. جبت معلقه زيت واحده بس عشان انا هعمله مقلي، مش عايزاه دهون، وبصلايه كبيره متقطعه، واقلب البصله كويس قوي. افضل اقلب لحد ما البصله تستوي، مش تدبل، يعني تبدا تدخل في السوا. انا عايزه البصله تصفر شويه. اكون بقى مجهزه معايا اول ما تصفر كده معلقه توم مفروم، يعني 5 فصوص توم مفرومين. واول ما تحطي بجد بتشمي ريحه البصل والثوم، ريحه خطيره. يعني بصوا انا خلاص كده دخلوا في السوا، البصل استوى، واستنى شويه الثوم هيستوي. خلاص كده اكون مجهزه بقى قرنين فلفل حامي، والخطوه دي اختياري، انا بحب المسقعه تكون سبايسي. قرنين فلفل حامي، واقلب كده تقليبه، وانزل بقى بالطماطم ايه اللي انا مسبكاها. والطماطم دي انا مسبكاها وحطها في الفريزر عشان طبعا بتسعفني على طول، وشويه ميه، واروح مغطياها بس خلاص واسيبها بقى. بصوا البتنجان بتاعي ينزل ميته ازاي، كل ما تسيبيها ينزل اكتر. طاسه بقى واحط الزيت فيها، واول ما الزيت يسخن قوي هروح نازله بالبتنجان بتاعي. انا عايزه البتنجان بتاعي يبقى لونه ذهبي، ما يتحرقش، يعني انا مش عايزه البتنجان يبقى يتحرق خالص، انا عايزه يبقى لونه ذهبي بس كده. تمام كده لونه اللي انا عايزاه. خلاص كده اطلع واحط غيره بتنجان، احط غيره، انا مطلعاه في مصفى عشان يصفي زيت، وهو كده ما شربش زيت. وكمان اكون مقطعه فلفل رومي وفلفل حامي، برضو تقدري تستغني عن الفلفل الحامي، بس المسقعه ما تتاكلش غير سبايسي. وتحط لها شويه شطه بقى كمان في التسبيكه، بتبقى تحفه. طبعا الفلفل ما بياخدش سوى البتنجان، فبطلع الفلفل على طول يا دوبك يدبل بس عشان ما يجلدش معايا. تمام كده. بصوا التسبيكه اهي. خلاص كده التسبيكه بقت جاهزه. على التوابل بقى احط معلقه فلفل، معلقه كمون، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، ومعلقه ملح، واقلب. بس كده دي التوابل اللي انا عايزاها. تقدري تزودي وتنقصي في التوابل براحتك، بس انا بقولك الحاجات الاساسيه يعني. انزل بقى بالبتنجان والفلفل المقليين بتوعي واقلب عشان تشرب منها كويس جدا. بصوا تشرب منها حلو قوي. تقدري تقدمي كده المسقعه تشرب من بعض روعه، مسقعه زمان بقى. انا بقى حبيت ازود عليها لحمه مفرومه معصجه، يعني خلاص كده تقدري تقدميها. انا بقى حبيت انزل اللحمه المفرومه بتاعتك اللي متعصجه، انزلها بقى عليها واقلب كويس قوي فيها وغطي. شربت من بعض كده، المسقعه بتاعتي بقت جاهزه. تقدري تقدميها بلحمه مفرومه او مش بلحمه مفرومه. بصي لونها حلو ازاي، وشاربه من التسبيكه بتاعتها كلها مع بعض كده. بجد طريقه تشهي. تغرفيها بقى كده في طبق التقديم مع عيش سخن حلو كده، وتعملي بقى احلى بجد يعني مسقعه. بجد طعم الفلفل مع البتنجان مع اللحمه المفرومه خطيره، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.